بعد الضربات الجوية التي نفذتها طائرات الدرون المغربية ضد ميليشيات جبهة البوليساريو بالمنطقة العازلة الأخيرة، تتوعد المغرب برد قوي واستهداف مدن داخل المملكة المغربية، حيث توعد مسؤول عسكري في جبهة البوليساريو والتي تطالب بالاستقلال وتكوين جمهورية وهمية بالصحراء المغربية الجيش المغربي بتوسيع رقعة المعارك إلى ما وراء الجدار العازل لتصل إلى مدن مغربية كرد فعل بعد القصف المغربي الأخير الذي دك حصون الجبهة ودمر العشرات من عرباتهم العسكرية التابعة لجبهة البوليساريو. وأشارت جبهة تندوف أن الجيش الصحراوي على أتم الاستعداد لتحرير جميع الأراضي الصحراوية المحتلة ونيل الاستقلال حسب زعمهم، داعيا الشركات التجارية والاستثمارية إلى الابتعاد من الاستثمار أو عن الاستثمار في